السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هعمل الكيكة في الخلاط، وبس قلت ايه اقول لكم على المكونات بتاعتها قبل ايه ما ابدأ فيها. اول حاجة ده نص كيلو دقيق، عليه 300 جرام سكر، عليه مجين اللي هم الكبار، مش بتاعة الشاي، بتاعة الشاي باللبن اللي هي الكبيرة، دول مجين وزنتهم طلعوا 300 جرام. وده نص كيلو دقيق، 5 بيضات، البيض اللي هو الابيض او الاحمر، كوبايه عصير برتقال تانج، كوبايه زيت اللي هي الكوبايه الكبيره اللي انا عايرت بيها السكر، دوت زبيب انا عاملاه في دقيق ونخلاه في دقيق يعني، 2 ظرف فانيليا، 2 ظرف فانيليا، واحده كيك شيف، دي معلقه نسكافيه في لبن، وهحط معاها معلقه كاكاو كبيره، كاكاو خام اللي هو الغامق، وهحط معاهم نقطتين 3 من اسانس برتقال اللي هو ريحه البرتقال. يلا بقى بينا. انا اول حاجه هحط السوائل، مش هحط الايه، هحط الزيت، مش هحط السكر الا لما احط الايه الحاجات السايله الاول. واحط العصير البرتقال تانج، هحط البيض، هحط الفانيليا، 2 فانيليا، 2 ظرف فانيليا، كمان عندي حتة وش قشطة كده اهوت بقى طبعا افصل الخلاط شوية، اضرب تاني. طبعا هو كده لونه مش من البيض، ده لونه من التانج، لان انا حطيت معلقه تانج كبيره على كوبايه ميه بدل عصير البرتقال. كده بقى هحط اللي هو ايه يعني، بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا لسه ما حطيتش ولا نقطه، جت 3 4 نقط. هو بيدي ريحه يعني، عايزه اقول لكم حتى لو احنا ما حطيناش تانج بيدي ريحه جميله جدا والله فوق الخيال، يعني بيدي ريحه حلوه جدا. حطيت السكر هضربه برضو بس الأمان. انا بصوا هحطهم شويه الملح اللي هي رشه الملح على طرف المعلقه كده، عشان بحب احطه مع السائل كده بس شويه. انا بحب احطه مع السائل عشان يدوب الملح، مش وانت بتاكلي الكيك تلاقي فيها حته فيها ملح زياده ولا حاجه، لا انا بحب احطه مع السائل يعني ايه يدوب معايا. كده خلاص هفضي بقى ايه في الطبق. كده بقى انا هفضي اللي هو السائل طبعا، فضيت السائل كله كده بالسباتيولا، هاتي كله عشان دي مكونات برضو هتفرق معاكي
السكر، العصير، اي حاجه يعني، البيض. طبعا الدقيق دوت عليه ايه؟ البيكنج باودر. مضرب سلك او بمعلقه او باي حاجه تقلبي بيها، طالما احنا خلاص ضربنا ايه البيض مع السوائل يعني والسكر مع بعض، خلاص انت كده اضربي باي حاجه، ممكن بالاسباتيولا ديت او بمعلقه، والله اي حاجه يعني اللي المتوفر عندك، طالما انت عملتيها في الخلاط اي حاجه بقى قلبيه باي حاجه. بصوا انا كده ايه، خلاص هو ايه اتقلب كله. عشان برضو اتاكد، احسن حاجه يعني عشان الزبيب ما يسقطش منك حطيه في شويه دقيق. انا مش هحطه ايه كله هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي. انا ما قلبتهوش زي ما انتم شايفين كده كله، قلبت بس ايه يعني تلتينه تقريبا. طبعا الصينيه هي مدهونه بسمنه، فانا بصوا انا بعملها كده، بحطها على حاجه وبقوم ايه قلبه كده، اقول لكم هعمل ايه. هنزل كده شويه، نزلت شويه انا بس حطيتها على حاجه عاليه، نزلت شويه من الخليط الباقي بقى انا عندي هنا ايه، دول معلقه كاكاو كبيره، دي كده معلقه كاكاو كبيره مع معلقه نسكافيه صغيره، انا حطاهم في شويه زيت وشويه لبن صغيرين بقى معجون كده. انا هقلبه مع ايه، مع شويه الخليط التاني، مع شويه الكيك اللي هو لسه ايه ما اتعملش. خليكم برضو معايا. عشان ايه ما اوديكوش واجيبكم. انا حطيت بس الكاكاو والنسكافيه مع لبن عشان يدوب، وعشان كمان ايه ما يسهل عليا برضو عملية الخلط ديت. دي خبطت الكاميرا كده بقى. انا هعين ايه الصينيه من على الطبق وهنزل، تديكي بقى ايه شكل كده. انا بحب اصلا اللون الكاكاو، ف بعمل يعني حته كده في الصينيه من غير بالكاكاو، يعني مش كلها بالبرتقال ومش كلها فاتحه، لا بعمل شويه معاهم. كده بقت زي ما انتم شايفين كده، يعني تقريبا نص فاتح ونص ريم. احطها في الفرن بقى واجيلكم بعد نص ساعه افتح عليها.